احنا هنا جايبين كلمه زي انترنت، ده تمثيلها الباينري هتبقى بالشكل ده، تمام. وهنا دي كل الحروف المستخدمه في كلمه انترنت والبيت بتاعها شكله ايه بالظبط. وهنا احنا جبنا الحروف اليونيك الغير متكرره، تمام. يعني حرف الاي هو متكرر مرتين مفيش مشاكل، انا حطيته مره واحده هنا، ده تيبل بس بيعبر على الايه، الكود بتاعه ايه اللي انا هستخدمه. يعني لما اجي اشيل الاي هحط الكود اللي هو في البيتس ده، ولما الاقي اي تاني هشيل احط نفس الكود. قالك الكود ده عايزين نضغطه نقلله وندي كل حرف كود جديد. هي دي الفكره الاصليه بتاعت الهوفمان كودينج. طيب هوفمان عمل ايه بقى عشان يوصل للعمليه دي؟ قالك تعالى نعمل الاول تيبل، نعمل نطلع الكاركترز اليونيك اللي عندنا في التكست، وكل كاركتر بيتكرر كم مره. فكلمه زي انترنت طلع عندنا التيبل ده، الاي فيها 2 بتكرر مرتين، التي مرتين، الان مرتين، والار والاي كل واحد منهم مره واحده. وقال لك يعمل سورت بقى للتيبل اللي احنا طلعناه ده، تمام، اللي هو الكاركتر والفريكونسي بتاعها من الكبير فوق اللي هو descending، يعني من الكبير للصغير. فانا قال لك احنا هنبدا بالحركه دي. تاني حركه هنعملها، استعد بقى، هنكبر التيبل ده، هنعمل له شويه كولومز وشويه روز فاضيين. مبدئيا كده على جنب عندي شويه معلومات مهمه. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.